السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفوني، واهلا بمتابعين مطبخ ندى. بما اني بقى نزلت في العتبه ورحنا صورنا، فطبيعي لازم نعدي على النجف. النجف يا جماعه ده مش محل، ده في الشارع اول شارع الجيش قصاد محل التوحيد اللي انا كنت لسه بصور فيه، في وشه على طول. ما حدش بيغير مكانه على فكره، هم بيبقى مكانهم كل يوم ثابت بيفرشوا فيه، ما تقريبا بيبقوا مأجرينه يعني. ما حدش بيعرف يتعدى على مكان الاخر. فعنده عنده شويه نجف لفت نظري واباليك، فقلت اصورها واقول لكم برده فكره عن اسعارها. وطبيعي ده بيبقى سعر لازم بتيجوا بتفاصلوا، وانا بقول لكم قدامه اهو لازم بتيجوا بتفاصلوا. الحاجات اللي في الشارع دي تملي لازم لما تيجوا تفاصلوا. معانا الاستاذ محمود هيقول لنا على اسعار كل حاجه، لان طبعا انا ما اعرفش اسعاره زي ما قلت لكم. هتيجوا تفاصلوا، محدش ياخد من بقه، لازم تفاصلوا. ممكن تقولي الاطباق دي زي الاطباق كده بتحط فيها الاطفال هو بالنوم في الممرات، لكن دي مش بتاعت الأكل. معلش عرفني سعر كل حاجه كده مع بعضينا. هبدا من 190. لا يعني اللي انا الحمراء دي اللي هي 3 لونات دي عامله كام؟ دي ب 150. مش عارفه الصوت واضح في الشارع اللي انا فيه ده ولا لا. طب والبيضه دي؟ البيضه دي عامله 300. واللي جنب الحمراء دي يعني هما 390. يعني هما رينجهم الصف ده كده، يعني الرينج بتاع الصف ده يعتبر كام؟ يعني الستاند ده كله كده من 150 لحد 350. طب بالنسبه للاباليك؟ يعني الاباليك من 45 لحد 130. بصوا بجد اسعار حلوه قوي، يعني اسعار جميله بجد. ده برضه نفس رينج الاسعار بتاع الستاند الاولاني. هو الاسعار كده من 150 بجد الاسعار حلوه جدا. الاسعار اللي بتبقى في الشارع غير اسعار المحلات يا جماعه، بجد بتعرفوا تتكلموا فيها وتعرفوا تفاصلوا فيها. بصوا كده بس من غير ما يكون في ايدينا شنط. دي 70. دي عامله 250. الجزء ده بيبتدي من 70. 70 دي حاجه 250. دي بقى 70. في اللي هو المعدن اللي هناك الكبير عامله 150. دي 120. يعني بتبتدي من 70 الحاجات اللي هي الصغيره. دي بقى معدن، دي حاجات معدن مش خشب، بتبتدي من 150. مش عارفه صوتي ظاهر قوي ولا لا. بكررها تاني، الحاجات اللي في الشارع اسعارها احسن بكتير من المحلات، صدقوني جودتها ما بتقلش. بس المحلات بجد يعني مش عايزه اقول، يعني مش عارفه، بس اكيد الناس اللي بتشتري الحاجات دي عارفين ان المحلات بتبقى مبالغه جدا في اسعار، عشان في ايجار وفي عماله، فكل ده بيتوفر معاكي مع الفرشه اللي انت بتشتريها من الشارع. كل حاجه موجوده. بقول لهم يا يوما ان الحاجه اللي في الشارع بتبقى اوفر كتير من المحلات بسبب، يعني احنا بنقول لكل عروسه وعريس ما تتجريش بالمحلات. بجد نفس الحاجات دي بتبقى محطوطه جوه وباضعاف الاضعاف، لان هو بيطلع ايجار وبيطلع عماله فكل ده انت اولى بيه انك توفريه. ما تقوليش ان حاجه الفرشه بتكون اقل في الجوده خالص، يعني هم كلهم مصدرهم تقريبا واحد. حاجات مودرن وحاجات ستيل بجد يعني حلوين جدا. طبعا الحاجه محطوطه جنب بعضها، يمكن جمالها بجد مش باين قوي زي ما انا شايفاها.
بيتراوح اسعاره ما بين ايه وايه؟ بيبتدي من ايه وبيخلص فين؟ لا لا لا، الحاجات دي اللي انا بصورها دي الاول اللي هي الخشب والمعدن. المعدن ب 110 جنيه، الخشب ب 60، الخشب ب 60. حلو قوي الاوض، اوضه النوم، اوضه اطفال، اوضه شباب. بجد الواحد يعني عايز ياخد كل الحاجات دي، بس الشقه مش هيتعلق فيها كل الحاجات دي. يعني الستاند ده بيبتدي من 150 وبينتهي. الكريستال دي اللي انا لسه مصوراها عامله 500، وده سعر مبدئي. ارجع اقول لكم ده سعر مبدئي، يعني انا في الطبيعي لما بشتري بفاصل واجيب اخره. وده كان فيديو سريع، ما حبيتش ان انا ادخل معاكم المحلات، لان زي ما قلت لكم حاجه المحلات بيبقى اسعارها مبالغ فيها شويه عن فرش الشارع، تكاد تكون هي نفس الاشياء، بس الاسعار هنا بيبقى موفر عماله، موفر ايجار، فكل ده انت اولى بيه انك تشتري من فرشه، ما تدخليش محل. بتوع المحلات هيجوا يقتلوني دلوقتي. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، مستنيه رايكم فيه في كومنتات تحت الفيديو، وما تنسوش لما يعجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامه الجرس، وانتظروا مزيد من الجولات. اشوفكم على خير.